السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزل لكم على القناة. النهاردة هنزل لكم فيديو جديد. الصراحة كنت رايحة اشتري خروب صحيح، يعني اللي هو كامل مش مجروش او مكسر. فدخلت المحل ده. بصراحة كان اول مرة ادخله عندي هنا في شمال الرياض. اسمه دكان البلدي. دخلته الصراحة تحسي كأنك في قلب مصر من جوه. اول ما دخلت كان في الفوانيس زي ما انتم شايفين، صورتها لكم. في التمر الهندي بالشكل ده، في السوبيا، في القراصية، في المشمشية، في كل حاجة، في كمان العرق سوس. حاولت اصور لكم كده شوية في المكان عشان تستفادوا معايا. بصراحة ده مش اعلان للمكان ولا حاجة، انا دخلت فقلت زي ما انا استفدت افيدكم معايا في كل حاجة يا بنات عنده. والتمر الهندي اهو. التمر الهندي ده في ناس كتير بتقعد تدور عليه. في بيبقى المالح اللي هو بتاع الطبخ، وفي بيبقى بتاع الشرب اهو موجود هنا. والعرق سوس في الشكل اللي في العلب ده، وفي الكيس الكبير. برضو عندهم السوبيا اهي اللي بيحب السوبيا، والتين في بيبقى التين الحبل، وفي بيبقى الباكت المدور على بعض. طبعا بيختلف في الاسعار واحد من واحد. آه هنا بقى عنده الكركديه. شايفين الكركديه يا بنات؟ ده التين المجفف بوريه لكم اهو. وهنا الزبيب عنده كل حاجة، يعني بتحتاجيها لرمضان او لغير رمضان. لقيتها في المكان ده. هلف بقى معاكم. دي المشمشية بصراحة. مش عارفة شفتها فين قبل كده، بس أول مرة أشوفها في جنبي هنا في الشمال في المكان ده. ده التمر الناشف أهو يا بنات. كل المصريين بتحبوا التمر الناشف ده. وده الخروب أهو. أنا كنت بدور على الخروب ده الصراحة. اللي بيعشق الخروب ده بيعرف إن هو ممكن تاكليه كده. أنا بعشقه كده في رمضان، أو تقدري تنقعيه. ده العرق سوس. ده كيلو كامل تقريبا. هو قال لي الاسعار بس اتمنى ان انتوا تروحوا الصراحه وتشوفوا المكان احسن. في حاجات كده انا صورت لكم اسعارها، وفي حاجات انا خليتها كده لان انتوا متاكدين كل مره السعر بيختلف مره عن مره يعني. فحبيت انزل لكم الفيديو كده تستفادوا. عندهم البيض البلدي، وعندهم المحاشي هنا كده، الفلفل جاهز على الحشي، وعندهم البدنجان كمان بالشكل ده كده اهو. اللي ما بتحبش تقعد بقى تجيب وتقور وتنظف الفلفل وتشيل الراس بتاعته، تاخده من عندهم. وده بيض بلدي يا بنات اهو. وهنا صورت لكم الاسعار. البيض البلدي ب26، والديك البلدي، وعندهم الفراخ الامهات والارانب والبط. كل حاجة صورتها لكم. تقدروا توقفي الفيديو وتاخدي الاسعار بالشكل ده كده. عندهم الحمام والفراخ الشمورت احاول اطلع لكم حاجه حاجه اهي. وفي دي، وفي اكبر منها ورا. آه التلاجة دايما بينزل عندهم يوميا بالشكل ده كده. ده انا بقول لكم ده الفراخ الامهات. كنت بسجل بعدين افتكرت ان انا احط الصوت. ده الفراخ الامهات. تقدري تطبخيه يا بنات، تاخدي الشوربه بتاعته، تقدري تعملي عليها لسان عصفور الفتره اللي احنا في رمضان دي، وتعمليها بقى هي على صينيه بطاطس، تعمليها باي طريقه بتعجبك. وهنا برضو البيض البلدي. عندهم هنا كمان بيض بلدي، وعندهم الحمام اهو. خدي بقى حمام احشي فريك. وهنا بقى حاجات العيد كلها هنا، اللي هي الصواني الصاج، البصمات، القوالب بتاعة البسكوت. دي المكنة بتاعة البسكوت اللي هي ممكن تجيبيها وتحطيها على المفرمة. على فكرة دي انا كنت بدور عليها فلقيتها فاخدت منها الصراحة، اشتريتها. ودي هنا ده كمان وش تاني اهو. وعندهم كمان يا بنات ايه البصمات. ودي المنقاش اهو. اللي ما عندهاش على فكرة خدت كمان منقاش. انا بقول لكم اللي انا اشتريته الصراحة، لان الحاجات دي ما كانتش عندي فقلت اخدها. المنقاش الواحد كان ب3 ريال.
في الوشوش بتاعت مكنة البسكوت ب10 تقريبا، ودي المصامم تقريبا مش فاكرة 6 ولا 3. اوريكم سعرها دلوقتي اهو، 6 ريال، عشان ما بقاش ايه قلت السعر من عندي. وكنت بتفرج على الوشوش هل في اشكال تانية اهي. وبس كده هقعد اكمل بقى جولة. وهنا بقى فوانيس رمضان، انا لو معايا الولاد كان كل واحد شبط في فانوس، بس الحمد لله كنت بروح اصور في وقت وما كانوش معايا فيه اهو. شايفين فوانيس اهي. الفوانيس دي عسل يا بنات، اللي عايزة تاخد لولادها فوانيس رمضان شكلهم جميل وحلو جدا، او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا ما كانش عليهم اسعار، بس في واحد لقيت عليه سعرها تقريبا 20 ريال. وده الخشبي، ده هنا كده الفانوس الخشبي، في منهم اشكال مختلفة يا بنات، في منهم اللي طالع البلاستيك ده اهو. الغالبية كله بالبطاريات، بطاريات كبيرة بطاريات صغيرة. ده شكله جميل، بتحطيه عند الباب، تحطيه مثلا عند بلكونة لو عندك بلكونة، في الصالة برضو. ودي الدمى اهي. والزينة بتاعت رمضان كلها تحت، اشكال فوانيس، اشكال والوان مختلفة تفرحي بيها ولادك وتعملي ديكور للبيت حلو. هنا السبرتاية اسعارها طبعا مختلفة، في المنقوش، في مش المنقوش. انا عندي واحدة الصراحة، كنت جايباها برضو من محل مش فاكرة اسمه والله، بس كان محل منتجات مصرية من المنفوحة. وهنا الشكل ده الكاسة بتاعته كمان زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا جميع انواع البن، عايزة بن فاتح، بن غامق، بن اشكال كتيرة من البن موجودة عندهم زي ما انت شايفة كده. ودي هنا الكنكة او الركوة. هروح برضو عند القسم التاني اللي فيه هنا برضو الفوانيس بأشكال كبيرة جدا، تقدري تحطيها عند مدخل الباب زي ما قلت لك عند البلكونة. ودي هنا كده بقى مشترياتي. في قسم برضو في العطارة هصوره لكم. هنا القسم ده بتاع العطارة اهو. عندهم اللوبيا، عندهم الحمص ب12، وعندهم الملوخية الناشفة كمان يا بنات الضحى، اللي عايزة تاخد ملوخية ناشفة كل حاجة متوفرة عنده. والسمنة برضو، سمنة البلدي تقلي بيها بيض، تعملي بيها رز بالشعرية، وصفات كتيرة جدا بالسمنة البلدي. وهنا البرطمانات روابي وأشكال كتيرة بقى جدا عندهم. بصراحة انبسطت في الجولة اللي خدتها. حبيت اصور المكان، هو مش اعلان الصراحة، بس حبيت اصور المكان منه تبقى ذكرى وكده كده. حبيت تستفادوا منه يا رب. اذا كان الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك شير سبسكرايب مني انا ومن قناتي. بتمنى الجميع يوم سعيد في حفظ الله ورعايته. مع الف سلامة.